السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير. وحشتوني جدا يا حبايبي. ان شاء الله النهاردة نعمل مع بعض الكرنبيت زي ما انتوا شايفين كده بطريقة سهلة خالص. ان شاء الله بإذن الله طريقة الكرنبيت اللي انا عاملاها تعجبكم. والخلطة بقى مش قادرة اقول لكم حلوة جدا. عملت كمان كده منها شوية بطاطس من خلطة الكرنبيت، تبقى حلوة جدا برضو نفس الكرنبيت. في ناس بتحب تعمل منها يعني البطاطس، وفي ناس لا. بس لما تجربوها ان شاء الله هتعجبكم. زي ما انتم شايفين كده الكرنبيت كان طري جدا معايا وخلطته حلوه جدا. شايفين شكله حلو ازاي؟ جربوه ان شاء الله بالطريقه اللي انا هعملها، ان شاء الله الطريقه تعجبكم. اعملي لي بقى لايك للكرنبيت ده لان كان طعمه حلو جدا. يلا نخش نشوف عملناه ازاي مع بعض. اول حاجه دلوقتي هتجيبي زهره كده من الكرنبيت زي ما انتم شايفين كده، تبداي بقى ان انت تشيلي منها الورق الاخضر ده. لما تيجي تجيبي الكرنبيته، تجيبي الكرنبيته اللي هي مكبوسه، اللي ما يبقاش فيها فراغات كده مفرغه، عشان تبقى معاكي حلوه وكده. بدات كده ان انا شلت الورقه الاخضر زي ما انتم شايفين. وهجيب مقص، لو انت عندك مقص في المطبخ كده اعملي بيه، وبيساعد يعني في الحاجه بسهوله يعني وكده. وان شاء الله يعني ايه تعرفي تعمليها على طول. قطعيه بقى زي ما انت عايزه، عايزه تقطعيها كبيره صغيره زي ما انت عايزه، بس عامه خير الامور الوسط، فهو ولا كبير قوي ولا صغير قوي. بقطعه كده بالطريقه دي زي ما انتم شايفين. عامه انا بحب الكرنبيت وبحب في الشتاء لما يعني يظهر وكده اجيبه، لان هو مفيد جدا مش وحش يعني، بيبقى حلو. وليه كذا طريقه تانية ممكن نعمله صينيه، ان شاء الله نعمل في فيديو تاني بطريقه تانية باذن الله. وعلى فكره الكرنبيت بيتخزن، انا خزنته قبل كده كان حلو جدا. ان شاء الله بقى اعمله برضو معاكم في فيديو، يعني قبل ما كده يجي يعني يروحوا كده نعمل فيديو كمان لتخزين الكرنبيت. كده انا بقطعه زي ما انتم شايفين كده. وانتي بتقطعي بقى بتبقي حاطه بيا كده ميه على النار تغلي، عشان ايه؟ تحطي فيه على طول كده بالطريقه دي. اشيل بس كده الحاجات اللي هي نازله منه عشان تبقى كل حاجه نضيفه كده حواليكي. كده بالطريقه دي كده تقطع. حطيت ميه كده ايه تغلي على النار زي ما انتم شايفين، ونزلت بيها معلقه ملح ومعلقه سكر. وحاولي كده في كل اكلك تحطي معلقه سكر، بتخلي الاكل بتاعك حلو كده. وانزلي كده بالكرنبيت وحاولي ايه ولا يعني ما تسووش قوي، وفي نفس الوقت عشان ايه ما يتهرش معاكي، وفي نفس الوقت لازم يستوي كويس، عشان لو ما استواش او ما يعني ما يمضغش معاكي وانت بتاكليه. خلي بالك بس وانت بتسلقيه عشان ما ينهرش، بس اهم حاجه معلقه السكر اللي انا حطيتها ديت بتسكره وتخليه طعمه حلو كده. كده خلاص انا بقى ايه ببتدي اعرف ازاي اللي هو استوى. إيه بصبعك كده زي ما انت شايفه وتتكي عليه، لو هي غرزت معاكي طلعيه كده كويس جدا. بصوا بالطريقه دي كده، ايوه كده. كده هو استوى. اطفي بقى وتعشي في الخلطه بتاعتها. الخلطه دي مش قادره اقول لكم حلوه جدا معايا هنا ايه. يعني حوالي ربطه خضار كده، ودي 2 طماطمتين، وثلاث بيضات زي ما انتم شايفين كده ايه. وحوالي 5 يعني معلقه 5 فصوص من الثوم، ومعلقه هريسه حاميه انا مخليها مشطشطه شويه، ومعلقه قشطه. جربوا بقى معلقه القشطه دي هتلاقي كده يعني مختلف خالص. و5 معالق من الدقيق. بالنسبه بقى للتوابل الملح وسكر وكزبره ناشفه وكمون و7 بهارات وفلفل اسمر. وده الكرنبيت. مش قادره اقول لكم لما تجربوا طريقه خلطه الكرنبيت اللي انا عاملها دي والله حلو جدا. وبالذات بقى لما يقعد لتاني يوم بيبقى حلو قوي. على فكره انا بحب يقعد لتاني يوم اكله، يعني ما بحبش اكله وهو سخن قوي. ودي بطاطسيه جبتها قلت ايه ما تكتريش منها قوي، يعني هي لانها بتقطع كتير وكده. بتقطعيها رقيقه جدا زي الشيبسي، بحيث اللي هي مش بتاخد سوا، لانك انت بتقلي وخلاص عشان تبقى مستويه بس كده. شايفين السمك بتاعها؟ السمك بتاعها رقيق جدا. حاولي تجيبي سكينه حاميه عشان تشتغلي بيها في البيت عندك، عشان تسهل عليك التقطيع في كل حاجه يعني. زي ما انتم شايفين كده بالطريقه دي. انا بس حبيت ان اقطع قدامكم عشان ايه تعرفوا اللي هي بتتقطع رقيق جدا ما بتبقاش تخينه. كده بالطريقه دي يا حبايبي. يا رب كده اعرف اكون بفيدكم بحاجه. ان شاء الله باذن الله طول ما احنا مع بعض هقدم لكم فيديوهات كتيره كتير، وفيديوهات حلوه باذن الله وتعجبكم. وان شاء الله ناويه اعمل معاكم فيديوهات بعد كده ان انت ازاي. بس انا بس ايه يعني يعني بفكر وكده. إيه ان شاء الله خليكي تعملي فيديو، يعني اعمل معاكم فيديوهات اللي انت تعرفي تمشي نفسك بمصروف شهر معين باذن الله. يعني بقى لي كده كذا فتره بدرس فيها وكده، واعملها لكم باذن الله.
وضربت كده كل الخلطه زي ما انتم شايفين. انا كترت الخضار شويه، انا بحب الخضار بتاعه يبقى كتير وكده، يعني ممكن تكون لونها اخضر شويه بس ايه, حلوه باذن الله. وحطيت كده الملح بقى والتوابل بتاعتي، وكمان هديها كله في الخلاط. انا ما بعملش اي حاجه يعني، حتى الدقيق كمان هحطه في الخلاط دلوقتي، كله في الخلاط. بصوا كده بالطريقه دي. يا رب كده تكون الطريقه عجبتكم باذن الله. اعملي لي بقى لايك. وحطيت كده معلقه بيكنج باودر وكده. خلطتي جاهزه، وزي ما انتم شايفين بتبقى تقيله، ما بتبقاش خفيفه. لو خفيفه الخلطه دي مش هتمسك في الكرنبيت، فانت لازم تتقلي الخلطه كويس. ده حاجه من اساسيات الكرنبيت الناجح يعني. اعملي بقى لايك للفيديو، واشتركي في القناه، وفعلي الجرس، وتابعي كل الوصفات اللي انا ان شاء الله هعملها، هتعجبكم جدا باذن الله. كده بالطريقه دي. يعني لو انتي في يوم محتاره في الاكل وكده، طبعا كلنا بيجي لنا حيره في الاكل، فاعملي كرنبيطه واعملي جنبها طبق بطاطس كده مفعوص كده يعني، واعملي جنبها طبق جبنه وعلى قوطه وعيش وكده، وبتبقى اكله جميله جدا على فكره. انا عامه بحب الاكل ده جدا عن اللحم والفراخ كمان. كده بالطريقه دي. شوفي الخلطه جابسه ازاي. لازم الخلطه تكون جابسه مش مرقه، لو مرقه هتنزل من على الكرنبيت، والكرنبيت مش الخلطه مش هتمسك فيه، فانتي حاولي تجبسيها شويه. الكرنبيت طريقته سهله ازاي، ومفيش فيه اي صعوبه خالص، وكل واحد بيعمله بكذا طريقه، بس الخلطه دي حلوه جدا. وحاولي تخليه سبايسي شويه، لانه هو بيبقى حلو جدا لما بيبقى حامي. جبت زيت سخن كده، وهبتدي انزل بالكرنبيت زي ما انتم شايفين هي الخلطه ماسكه فيه كويس، عشان الخلطه جابسه ومظبوطه. ومعلقه البيكنج باودر بتخليه يقب معاكي وما يبقاش مكتوم ولا اي حاجه. والبيض حتى يعني بيخليه كده هش وحلو. انا بحط كده في الزيت لازم يكون سخن جدا وبيغلي، عشان الخلطه برضك ما تنزلش معاكي في الزيت. هي عامه ما نزلتش معايا يعني كده زي ما انتم شايفين. بصوا لونه حلو جدا ازاي. ولازم تحط طماطم، الطماطم بتخلي طبعا لونه حلو كده برضو. بصي هي يعني عايزه اوريك اللي هي قبه كده يعني، مش اللي هي مكتومه ولا حاجه. طلعت الدور الاولاني، واحط كمان الدور التاني كده. يا رب كده الفيديوهات بتاعتي تعجبكم باذن الله. انا كده ببتدي ان انا احط كده، واحط كمان بطاطس. شوفوا البطاطس دلوقتي حالا هتلاقيها قبت في ثانيه وفي منتهى الجمال، بتبقى حلوه جدا. بصوا بسم الله ما شاء الله، جميله جدا. كده بالطريقه دي كده. شايفين النتيجه حلوه قوي. قلبي بقى كده كويس، وهمرك كده في كل الاتجاهات، لان هو بيبقى عايز يعني يتظبط كده. وخلاص الكرنبيت بتاعنا